السلام عليكم. هنحل النهارده 2 problems لان اول واحده فيهم دي سهله فمش هتاخد وقت في الشرح. فاول واحده معانا search insert position. بيقول لي given a sorted array of distinct integers and a target value, return the index if the target is found. If not, return the index where it would be if it were inserted in order. لازم نعمل algorithm of login نفس ما قلنا في الاثنين problems اللي فاتوا دي ودي. هنعمل binary بس الفكره هنا هنعمله بتعديله واحدة بس، تعديلة صغيرة خالص. ممكن نبص برضو على الاكزامبلز الأول نشوف هو عايز ايه بالظبط. لو مديني الاري دي مثلا والتارجت 5 موجودة، رجع لي الاندكس بتاعها. طيب نفس الاري مديني التارجت 2 مش موجودة، هنرجع له المكان اللي 2 ممكن تبقى موجودة فيه. يعني الاتنين لو اتحطت في الاري دي وجيت ارتبها هيبقى عندي 1 2 3 5 6، فالاتنين هيكون الاندكس بتاعها 1 لو اتحطت في الاري دي. نفس الكلام هنا مع السبعة تتحط بعد الستة، فهيبقى الاندكس بتاعها لو اتحطت في الاري دي ب4. نحل البروبلم ازاي؟ هنعمل باينري سيرش عادي خالص، الليفت ب0 والرايت باخر اندكس اللي هو النمز دوت لينث ماينس 1، وهنعرف معانا الميد. ممكن نعرفه جوه هنا مش هتفرق لان كده كده استخدامه جوه الوايل بس، ووايل ال اقل من او يساوي الار هنعرف الميد هيساوي ماث دوت فلور لل زائد الار على الاثنين. ولو النمز اوف ميد ايكوال التارجت ريتيرن الميد. طب لو النمز اوف ميد اقل من التارجت صغر لي الرينج، خلي ال بتساوي ميد بلس 1، غير كده خلي الار بتساوي ميد ماينس 1. كل ده مشروح بالتفصيل اكتر شويه في الاثنين بروبلمز اللي فاتوا لو حد حابب يبص عليهم، بس الاختلاف كله في الحته دي. لو جينا نبص على البروبلم اللي فاتت انا كاتب يعتبر نفس الالجوريثم بالظبط، يعني باينري سيرش اهي، بس عامل هنا ريتيرن ماينس 1. ده في حاله لو ما لقيناش التارجت. طب هنا لا، هنرجع له الليفت، لان الليفت دايما بعد ما اخلص الوايل لو انا ما لقيتش التارجت، الليفت دايما هتكون عند البوزيشن اللي التارجت كان المفروض يبقى عنده لو اتحط في الاري. فدي زي ما بيقولوا كده باي برودكت او منتج جانبي كده من الالجوريثم نفسها. الالجوريثم نفسها بالفلو اللي ماشيه فيه ده هتديني في الاخر قيمه لل بتساوي الاندكس بتاع التارجت لو انا ضفت. فبس هي دي كل البروبلم، مفيهاش حاجه. جرب نعمل سبميت بيتس 100%، ما فيهاش اي حاجه. طيب نبص كده على اللي بعدها، دي ميديوم يعني فيها شويه شغل. بيقول لي determine if a 9 by 9 Sudoku board is valid. Only the filled cells need to be validated according to the following rules. عايز لما يدينا بورد سودوكو نعمل له فاليديشن او نقول له هل ده بورد فاليد او صحيح يعني ولا لا. القواعد بتاعت السودوكو ايه؟ كل رو او كل صف لازم يكون فيه ارقام من 1 ل 9 من غير تكرار، وكل عمود يكون فيه من 1 ل9 من غير تكرار، وكل مربع 3 في 3 زي ده مثلا او ده او ده هيكون فيهم برضو من 1 ل9 بدون تكرار. فهو هيديني بورد يعني partially filled، يعني جزء مليان وجزء لا، بالشكل ده كده او ده. واحنا بقى نقول له هل البورد ده صحيح ولا لا. يعني مثلا البورد ده هنا ترو، مش هنبص قوي في تفاصيله ولكن هو ترو. لكن ده مثلا نبص في تفاصيله شويه لانه بيقول لي فولس. ايه اللي خلاه فولس؟ هنا 8 وهنا 8، انا عندي نفس العمود فيه نفس الرقم اهو، فما ينفعش. احنا قلنا لازم كل صف وكل عمود وكل مربع 3 في 3 يكون كل حالة من دول أرقام من 1 ل 9 بدون تكرار. طيب لو جينا نكتب الألجوريثم تبقى عاملة إزاي؟ اول حاجه هنعمل تشيك على كل الرو، بعد كده نعمل تشيك على كل الكولم، بعد كده نعمل تشيك على كل البوكسز اللي هي مربعات الثلاثه في ثلاثه. اول حاجه الروز هنعمل 2 فور لوب جوه بعض، واحده باي وواحده بجي، وهنحط في كل مره ان الليميت بتاعي 9. مش هنحط بورد دوت لينث وبورد اوف زيرو دوت لينث والحاجات دي لان اللينث ثابت، فمش محتاجه اقول هنا مثلا بورد دوت لينث والحاجات دي. وهنعمل ماب صغيره سجل فيها الفريكونسي بتاعت كل حاجه بنلاقيها. هنفترض ان الفريكونسي بتاعتهم من الاول 0، وكل ما نقابل element في البورد هنعمل دوت سيت للاليمنت ده بقيمه هتساوي الجيت بتاعته بس زائد 1. يعني هنعمل فيتش او جيت للاليمنت ده من الماب. في البدايه هيكون 0، نجمع عليه 1 فيبقى قيمته الجديده ب1. فكده انا بقول له انا لقيت الاليمنت ده مره، وبعد كده اعمل كونديشن ان لو الجيت بتاع الاليمنت ده اكبر من الواحد ريتيرن فولس. يعني مثلا الاليمنت ده قابلته مره فهعمل جيت له بزيرو اجمع عليها 1 تبقى ب1، واعمل ست لقيمته الجديده تبقى 1. والاف كونديشن هنا هل الجيت اكبر من الواحد هي بواحد، اكبر من الواحد لا، فمش هتتنفذ دي. طب لو انا قابلته مثلا مره ثانيه الجيت بتاعته هتديني 1 زائد 1 ب2، يبقى قيمته الجديده ب2. اف فريكونسي دوت جيت للاليمنت ده الجيت بتاعته هتديني 2 اكبر من الواحد فرجع لي فولس. انا كفايه عندي ان انا الاقي اليمنت متكرر سواء
في رو او في كولوم او في بوكس. ما دام انا لقيت تكراره واحده بس على الاقل ارجع فولس على طول، مش محتاج اكمل باقي الشغل. طيب نفس الشغل هنا بالظبط، يعتبر انا واخد دي هنا كوبي بيست، بس بدل ما اقول بورد اوف اي جي هنا عامل بورد جي اي. هنا انا كنت بمشي على كل element الصف الواحد، هنا انا بمشي على كل element في الكولوم الواحد. يعني هنا مثلا انا بمشي اخلص كل صف من الشمال لليمين، بعد كده ابدا في صف جديد من الشمال لليمين وهكذا. هنا انا بمشي على كل عمود element من فوق لتحت، بعد كده امشي يمين على العمود اللي بعده من فوق لتحت وهكذا. طيب في اخر تشيك هنعمله هنتشيك على البوكسز. البوكسز هنا هي محتاجه لها 4 فور لوب جوه بعض، ولكن في الحاله دي عشان احنا اللينث بتاعنا ثابت، فاللوبينج هنا مش هيبقى بنفس البطء اللي ممكن يحصل لو عملنا 4 فول لوب او 3 فول لوب في باقي الحالات. احنا بنقول دايما اقصى فول لوبس نحطها جوه بعض 2 3 في حالات قليله جدا، لكن 4 دي بتبقى شبه مستحيله تحصل. ولكن دي من الحالات اللي محتاجين فيها 4 فول لوب جوه بعض. 2 منهم هيبقى باي وجي، دول هيلفوا على البوكسز نفسها زي كديسبليسمنت كده للاثنين فول لوبس دي. بمعنى ومعرف هنا برضو ماب بتاعت الفريكونسي. الاي دي هتتحكم في الرو، هي ماشيه عند اندكس من كام لكام بالظبط. يعني انا معرف هنا الرو هتساوي 3 مضروبه في اي، والرو اقل من 3 مضروبه في اي بلس 1. يعني الرو دايما هتكون ماشيه من 3 في 0 ب0، 3 في 0 زائد 1 ب1 يعني 3. هتكون ماشيه اول حاجه من 0 ل 3، اللفه اللي بعدها من 3 ل 6، اللفه اللي بعدها من 6 ل 9، وده اللي انا عايزه. نفس الكلام في الكولوم من 0 ل 3، من 3 ل 6، من 6 ل 9. فهي دي الفكره كلها في الاي والجي. هنا هيتحكموا لي انا ماشي على كل بوكس ازاي، وحاطط هنا نفس الكلام اللي فوق بالظبط، بس بدل بورد اوف اي جي او جي اي لا انا حاططها بورد اوف رو وكول، ونفس الست والجيت نفس الكونديشن نفس كل حاجه بالظبط. في الاخر بعد كل ده لو انا ما عملتش ريتيرن فولس خالص بعمل ريتيرن ترو، لانها كده عدت كل التشيكس بتاعتي. ما دام كل التشيكس بتاعتي دي ما رجعتش فولس فرجع في الاخر ترو. نجرب نعمل سبميت. الران تايم بتاعها مش احسن حاجه، يعتبر الجوريثم بيزك شويه، فممكن حل افضل منها شويه. الحل ده هو معرف هنا ست مسميه هاش ايا كان مش هتفرق في التسميه قوي، وبيلف على كل عنصر. هو حاطط هنا 2 فور لوبس جوه بعض، وعامل اف كونديشن ان لو العنصر اللي انا عندي ده بدوت فاعمل كونتينيو، لان في عناصر هنا بدوتس وكل العناصر هنا كاركترز بالمناسبه، فعشان كده احنا كنا حاطين النمبرز بتاعتنا ككاركتر. وهيعمل ار سترينج او رو سترينج وكولوم سترينج، كل واحد فيه الاندكس بتاع الرو وقيمه العنصر نفسه، ونفس الكلام في الكولوم سترينج الاندكس بتاع الكولوم وقيمه العنصر. السترينج ده هو عايز يعرف منه هل العنصر اتكرر ولا لا، ونفس الكلام مع البوكس برضو. وحاطط هنا بوكس رو وبوكس كولوم، عامل بوكس بي ار بي سي والدي. هو حاطط في كل تشيك، يعني ده مثلا هيعمل اول تشيك كنا بنعمله السطر ده والسطر ده والسطر ده، بيعملوا نفس الفانكشن بتاعت كل ده بالظبط، نفس الفانكشن بيتشيك على كل الروز. نفس الكلام مع الكول، السطر ده والسطر ده والسطر ده بيعملوا نفس الفانكشن بتاعت دي، وهكذا بقى مع باقي سطور. هو في كل سترينج بيعرف زي اي دي كده لكل عنصر، ان انا لقيت مثلا العنصر الفلاني عند رو كذا، ولقيت العنصر كذا عند كولوم كذا، ولقيت العنصر كذا عند بوكس رو كذا وبوكس كولوم كذا. وفي كل مره بيعمل لهم اد للست، والست هنا احنا عارفين ان عناصرها ما بتتكررش، وفي كل مره بيقول له لو الست دي تحتوي على السترنج اللي انا كونته ده ريتيرن فولس. هو بيتعامل معاها وكانها اي دي. الاي دي ما دام اتحط مره ما يتحطش تاني، فهو اول مره قبل ما يتحط لاول مره له يعني اكيد الهاز دي هتديني فولس، فمش هيعمل ريتيرن فولس لان الكونديشن دي تبقى فولس فمش هتتعامل. اللي بعدها نفس الكلام، لو لسه اول مره للسترنج انه يتضاف هيعمل ريتيرن فولس، ونفس الكلام مع البوكس سترينج، وهيعمل لكل السترينجز دي اد ويرجع من الاول تاني. لو نفس السترينج كان اتكرر سواء كرو او ككولوم او كبوكس اعمل ريتيرن فولس على طول. وفي الاخر لما فيش في ولا مره عمل ريتيرن فولس اعمل ريتيرن ترو. فدي طريقه ذكيه شويه لحل البروبلم بتاعتي. وبس كده، شكرا.